بص يا شيك، انا جيت لك عشان انت راجل حقاني وكبير القعده دي. قول يا حدوده. ما ينفعش يبقى لاعب واقع في الارض اتزحلق في الكوره تقوم واخدينها وجايبينها جون. مش اصول. ليه يا عم، هو كاتب على الكوره ولا ايه؟ ما وقع لوحده، ما حدش جه جنبه. يا قائد نسور قرطاج، يا اعظم من انجبت الكره التونسيه. شكرا يا رؤى حبيبي. لازم نديلك حقك يا نجم. انت مفيش في لمسة جمال رجلك ولا في حلاوة رأسية عرضيات راسك. يا عم طب يهديك يرضيك، مفيش فايدة. ده جون الموسم وهياخد بوشكاش يقول لي اوفسايد على نيمار. طب وانا مالي بنيمار يا عم الحاج؟ هموت. طب يا عم هجيب جون وابقى ادخل ده في ده ونلغي التاني، وفاهم مش مقتنع برضو. لا بس المفروض تستنوه لحد ما يقوم يقف. ونعمل له ممر شرف لحد ما يروح يجيب جون. ما هو ده اللي ناقص. يعني يا شيكا لو انا اللي كنت مكانه كنت هتعمله كده برضو؟ لو انا اللي كنت مكانه كنت هخليهم يعملوا كده برضو. احنا في معركة اصلا، انت مدرك احنا فين دلوقتي؟ اعمل له ايه تاني؟ لا بس الجون فاجر الصراحة. جبته ازاي ده؟ وربنا ما اعرف انا جبته ازاي، ما انا لو اعرف كنت جبته تاني. شفت جه وان تاتش على الطاير ازاي؟ فظيع. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ لا والله كتير عليا الكلام ده. مفيش حاجة تكتر عليك يا روح قلبي. تمام كده يا شيكا؟ يا اعظم نسور النسر قرطاج مكرتاجين الدنيا. ايوه يا شيكا، بس يا عم ما بسش. انت كمان تروح تجيب شنطة هدومك وعلى بيتك يلا. لا سيبني قاعد هنا شوية. ياض اسمع الكلام، بقول لك يلا. لا انا مبسوط هنا، سيبني هنا يا عم والنبي.